يعني المشاعر والاحاسيس ده شيء طيب كويس ان الانسان يبقى فيها الحاجه دي يعني. ممكن الناس تعتقد انه الشعر مع رجل الشرطه ما يستقيموش، يعني رجل الشرطه كله حزم وقوه، لكن انا شايفه انه رجل الشرطه انسان في النهايه ممكن يكون برضو يعني كتير جدا من المثقفين كانوا من رجال القوات المسلحه. والله هو ده اكتر سؤال بتعرض له على الفيسبوك عندي على البيج، ازاي ظابط وازاي شاعر يعني. ده بتسال السؤال ده كل يوم 10 مرات يعني. لكن الاجابه ايه بتكون ايه؟ الاجابه اقول لك الاجابه بالشعر. نقولها عملي. نقول الاجابه بالشعر. كتبت حاجه صغيره كده من كتر ما اتسالت السؤال ده، بقول ايه: وعندك ليه سؤال حاير ودايما لمحه في النني، وتيجي ازاي تكون ظابط وتكتب شعر وتغني، كلامك داب في احساسنا وكله طيبه ومشاعر، فتيجي ازاي تكون ظابط وتيجي ازاي تكون شاعر. وانا اللي بجد يا صاحبي مانيش فاهم، عرفت منين باني مش بني ادم، وانا وانت اولاد حواء وولاد ادم. لو الاحساس ده حكر الناس لوحديها، حرام على ناس وناس تانية حلال ليها. ومين قالك بان الرحمه عكس الحزم والقوه؟ انا الظابط، انا الشاعر، انا المصري، انا هو. تعالى بس قرب لي وشوفني بجد من جوه. إجابة مفحمة. إجابة أكيد شافية ووافية لكل اللي بيسأل حضرتك هذا السؤال ومنهم أنا، لكن أنا مقتنعة.